الدوري على درجة عالية من الحرارة والأهلي يقترب من الصدارة. معكم ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثامنة. نادي الزمالك على الصدارة ب 17 نقطة، يليه نادي المصري ب 15 نقطة، فرق نقطتين. بعدين وادي دجلة مفاجأة الدوري هذا الموسم ب 13 نقطة في المركز الثالث. يأتي النادي الأهلي ليعود من كبوته ويصبح في المركز الرابع برصيد 12 نقطة. طبعا باقي الترتيبات مش مهمة، الفرقة دي مش بتنافس. في بيراميدز بس هو اللي موجود في المركز السادس ب 11 نقطة، وحقق فوز مهم جدا على أهلي جدة السعودي اليوم ليصبح بطل نصف العالم. يوم الاثنين ان شاء الله يوم 29 سبتمبر سيلتقي النادي الاهلي مع الزمالك في لقاء القمه، والاهلي له مباراه مؤجله. اذا فاز بلقاء القمه وبالمباراه المؤجله يتصدر الاهلي الدوري برصيد 18 نقطه. ولكن هل الزمالك سيفرط في هذه الفرصه ويدع الاهلي يتصدر الدوري؟ دعونا نرى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.